كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. وصفتنا اليوم ان شاء الله وصفة تقليدية تونسية تاع العادة والسنة. طيبنا اليوم نواصر بالعصبين. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله هيك ايش قالت النواصر. يلا نمشيو تو مع بعضنا لطريقة التحضير. لتحضير النواصر متاعنا المكونات بسيطة على الاخر باش نستحقوا هيك نبيكوا النواصر بالطبيعة. باش نستحقوا معها شوية زيت باش نزيتوا بها هيك النواصر متاعنا. راهي النواصر ما تتعملش بالماء كيما الكسكسي، راهي بالزيت هكا وشوية زيت بالطبيعة للتطيب. باش نستحقوا شوية حمص منفخ، باش نستحقوا هيك كعيبات العصبان متاعنا هذوما اللي حضرناهم بعضنا، وبالطبيعة باش ننقبهم تو بالباهي مليح كيما شفتوا كيما عملنا في الكسكسي. مش نزيد معاهم طريفات اللحم، انا وراه اختياري تنجموا تعملوه من غير اللحم بالعصبان هكا بالطبيعه. والفحات نتاعنا مغيرفتين كبار طماطم معجونه، مغيرفه صغيره ملح، مغيرفه صغيره فلفل اكحل، مغيرفه صغيره كركم، مغيرفه صغيره تابل مفوح، ومغيرفه صغيره فلفل احمر. ومش نستحقوا ماء سخون، راهو لازم للعصبان نحطوا من الاول ماء سخون، نعملوا زيت وماء سخون، وفي الاخر لازم باش نقليو هيك القرينات الفلفل فوق النواصر متاعنا. ويلا توا نتوكلوا على ربي. اول حاجه باش نشعلوا على الغاز متاعنا، بسم الله، نحطوا عليه هيك المقفول متاعنا، بسم الله. نجيو هوني اول حاجه في المقفول باش نصبوا الزيت، بسم الله. ما نكثروش خاطر العصبان متاعنا من اصله مزيت، بسم الله. مش نصبوا فوقه الماء السخون. نحطوا فوق اللفحات متاعنا الكل والطماطم معجونه، بسم الله. نخلطوا كل شيء مع بعضه بالباهي، بسم الله. تو باش نحطوا الحمص، بسم الله. حاجه الحيمات متاعنا، بسم الله. وتو كيما قلت لكم ناخذ هيك العصفانه ننقبوها مليح ونحطوهم في المرق متاعنا، بسم الله. نغطسوا كل شيء في وسط الصوص بالباهي تتغطى بالصوص، بسم الله. نحطوا تو الكسكس من فوق، بسم الله. ونمشيو نحضروا هيك النواصر. تو نتعداو باش نحطوا النواصر متاعنا في الشقاله باش نعملوها بالزيت بالباهي. نعملوه بالزيت، بالباهي باش ما تتعجنيش. لازم كل كعيبه مزيته مليح. ونصبوه في المقفول متاعنا. تو مش يقعد ساعه غربا، كل ربع ساعه مش نسقيوه فيها. وديما نخليو الخطا منفس هكاكا. تو بعد ما صارت ربع ساعة الأولى مش نسقيو التسقية الأولى، بسم الله.
نحطو الصوص بالباهي بالباهي على الباتي تاعنا الكل. كعيبات الحمص نرجعوهم باش يطيبو بالباهي. نرجعو هكايا على الكسكاس. بسم الله. نرجعو الصوص اللي لقى الكل كيف من فوق. بسم الله. ونخلطوه بالباهي بالباهي. ونعاودو نغطيو عليها ربع ساعة أخرى. كيف نقولكم ديما نخليوها لنا فصل الخضر. وتو بعد ربع ساعة ثانية كيف باش نعاودو نعملو نفس العملية. بسم الله. هاكا تشوفو فيها كيفاش هيكا المعصر نتاعنا بدات تطيب تبارك الله ما شاء الله. كيف تزيدو نحطو لها الصوص بالباهي بالباهي. شوية الصوص اللي فقط نرجعوها كيف ونخلطوها بالباهي. نحاولوا الوريقات نتاعنا الكل يشربوا الصوص بالباهي بالباهي باش تجينا من بعد كل وريقة وحدها. كيف نرجع نغطيوها ربع ساعة الأخرانية. تو كملنا ربع ساعة الأخرانية. بسم الله. شوفوا تبارك الله ما شاء الله هيك المعصرة نتاعنا. تو المرة هذيا مش نسقيوها في في الشقالة نتاعها، مش نصبوا المعصرة نتاعنا كل في الشقالة. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. نحكيلكمش على هيك الريحة نتاعها والبنة والفيحة تبارك الله ما شاء الله. وتو باش نصبو بقية الصوص اللي قادت لنا هوني مع طرف اللحم والعصبان. بسم الله. نرجعو هذه فوق المقفول. بسم الله الرحمن الرحيم. نغطيوه باش يقعد لنا سخون. بسم الله. ونخلطو المعصر نتاعنا هذيا بالباهي بالباهي. تو باش نغطيها ونخليها تشرب هيك الصوص نتاعها دريج من زمان هكاكا. في الأثناء باش نمشي نحي البابي الومنيوم تاع العصبانيت نتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحلو لهم هيك الخليطات نتاعها.
ونزيد نغطي عليه ونخليه نسخان مادام النواصر نتاعنا شربت بالباهي. في الاثناء باش نحط قرينات الفلفل يتقلاو. بسم الله. توا نتعداو للنواصر نتاعنا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله شربت هيك الصوص بالباهي بالباهي. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كل كعيبة وحدها، حاجة تعمل 66 كيف. باش نبداو توا نحطو فوقها الزينة نتاعها. بسم الله. اخر حاجه نحطو قرينة هيك الفلفل نتاعنا. بسم الله ما شاء الله. وهكايا النواصر نتاعنا حاضره. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. تو باش نمشيو نحطوها للتقديم. وهكايا النواصر بتاعنا حضرت فوق الطويلة. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. بالحق ننصحكم باش تجربوها الوصفة، ياسر ياسر راهي بنا طعم أكلة تونسية تقليدية متاع العادة والسنة. وتو مبقى كيف باش نقولكم باش تعملوا لي لايك لهيك الفيديو، تعملوا لي شير مع صحيباتكم. اللي ما هوش مشترك في القناة عايشكم اعملوا لي اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلوكم كل فيديوهات جديدة اللي باش ننزلها ان شاء الله. وتاكلوا بالصحة والعافية يا ربي.